الحلقة اللي فاتت كانت مجرد مقدمة لعالم المصارعة، والحلقة دي هي أول خطوة جدية في رحلتنا. النهاردة هنرجع بالزمن لأكتر من قرن كامل، وهنحكي عن بداية المصارعة الحرة. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Woo! The best there is, the best there was. Just a sexy boy. Get some حكاوي المصارعة. بنبدأ قصتنا في أوائل القرن العشرين. المصارعة الحرة ما كانتش زي دلوقتي، كانت جزء من عروض السيرك المتنقلة. يجيبوا مصارع يقف في الحلبة يقول للجمهور مين يقدر يغلبني. القواعد لا بسيطة جدا، ممنوع العض، ممنوع الضرب في العين، بس كده. طب وباقي الحاجة؟ لا، كل حاجة بعد كده كانت مسموحة. الماتشات دي كان في منها نوعين: نوع عبارة عن وورك، مباريات متفق على نتائجها عشان يتبسط الجمهور وعشان نستفيد من المراهنات، ونوع تاني اللي هو الشوت أو مصارعة حقيقية 100%. نبدأ أول حكاوي المصارعة في التاريخ بين أول أسطورتين اتكتبوا في كتاب المصارعة، اللي حكاية منافستهم جذبت آلاف المشاهدين وخلت المصارعة تتحول من مجرد عرض جانبي إلى حدث جماهيري، وأسست فكرة العداوة الكبرى في عالم المصارعة. تعالوا نتعرف عليهم سوا. الأول فرانك ألفين جوتش، أعظم مصارع أمريكي، ده كان الاسم اللي مشهور بيه في الفترة دي. مولود سنة 1877 ولاية أيوا، الولايات المتحدة، من مدرسة كاتش ريسلينج، أسلوب أمريكي بيعتمد على الإمساك بأي جزء من جسم الخصم ومحاولة إجباره على الاستسلام أو تثبيته. أهم مميزاته كانت عنده قوة بدنية هائلة، وعنده قدرة على التحمل لوقت طويل في النزال. كمان عنده ذكاء تكتيكي، بيتحكم في الإيقاع بتاع المباراة وبيقدر يرهق الخصم اللي قدامه. عنده كمان قدرة على الجمع بين القوة والمهارة في عملية التثبيت والخنق. أما التاني هو جورج كارل يوليوس هاكشميت أو الأسد الروسي، مواليد 1877 برضه، مولود في أستونيا اللي كانت في الوقت ده جزء من الإمبراطورية الروسية. هو من مدرسة جريكو رومان ريسلينج، هو أسلوب أوروبي بيركز على الحركات من فوق الوسط بس، ممنوع إنه يمسك الرجلين، وبيعتمد على القوة الهائلة والخطف السريع في الحركات. من مميزاته إنه كان بطل عالمي في المصارعة الرومانية، أول بطل معترف به كورلد هيفي ويت ريسلينج شامبيونشيب. عنده قوة جسدية أسطورية، كان يعتبر من أوائل أبطال القوة في التاريخ، حقق أرقام قياسية في رفع الأثقال، لدرجة إن مظهره الجسدي المتناسق جعل الصحافة تصفه بالرجل المثالي. 1908 كان أول لقاء ما بينهم. هاكشميت جاء إلى أمريكا كبطل لا يقهر، والجميع كان يعتقد إنه سيسحق جوتش بسهولة، لكن جوتش لعب المباراة بخبث تكتيكي، استعمل إمساكات غير معتادة على هاكشميت وبدأ يرهقه بدنيا ونفسيا. بعد مرور أكتر من ساعتين من المباراة، هاكشميت ما كانش متعود إنه يطول قوي كده، هو كان بيخلص مطوشته أسرع من كده بكتير. جوتش أجبر هاكشميت على الاستسلام بعد استخدام جوتش لمسكته الشهيرة تو هولد، مسكة الكعب المميز بيها، لمدة تزيد عن 3 دقايق متواصلة، وأصبح بطل العالم للوزن التقيل. المفروض المباريات في الوقت ده كانت بتتلعب من 3 جولات، عشان تكسب لازم تكسب جولتين، لكن هاكشميت استسلم وقرر ان هو ما يلعبش حتى الجولة التانية، واعترف بالهزيمة اللي كانت صادمة لأوروبا وأعطت جوتش مكانة أسطورية في أمريكا. في 1911 يعني بعد 3 سنوات عاد هاكشميت للصقر مرة أخرى برضه في شيكاغو، وتم إعداد ملعب كاميسكي بارك المفتتح حديثا في ظل حضور جماهيري 30,000 مشجع، محققا دخلا تخطى 87,000 دولار، في رقم قياسي في الوقت ده. قبل النزال بأيام أصيب هاكشميت في ركبته أثناء التدريب، في واحدة من أول القصص الخفية في عالم المصارعة، وذلك لتضارب الأقوال فيها، حيث أن هاكشميت نفسه أعلن أن الإصابة قديمة عنده وتجددت خلال التدريب مع دكتور رولر اللي هو الطبيب الخاص بيه وشريكه في التدريب. لكن لاحقا ظهر مصارع اسمه إيد سانتيل، ده اتكلم مع أسطورة المصارعة اللاحقة لوسيز إن هو السبب في إصابة هاكشميت، وإن هو مثل إن هو أصابه في التدريب عن غير قصد، وقبض 5,000 دولار من فريق جوتش. لكن اسم إيد ما كانش موجود أصلا في أسامي الناس اللي اتدربت مع هاكشميت في الفترة دي، فمحدش عارف القصة دي حقيقية ولا لأ. المهم، رغم الإصابة تم إجراء النزال، لكن جوتش سيطر على النزال المرة دي بسهولة وفاز 2-0 في جولتين متتاليتين. الهزيمة دي تعتبر أنهت عمليا مسيرة هاكشميت خصوصا في أمريكا.
كمصارع تنافسي، ورسخت أسطورة جوتش كأول أسطورة أمريكية في العالم، وأثبت قدرة المصارعة الأمريكية في التغلب على الأسلوب الأوروبي. بعد ما خلصت حكاية جوتش وهاكشميت، اتغيرت الدنيا في عالم المصارعة بسبب زيادة اهتمام الجمهور اللي كان ممكن يقعد بالساعات يتفرج على ماتشات طويلة. تخيل معايا كده، ماتش ممكن يقعد 3 أو 4 ساعات من غير ما حد يتثبت ولا يستسلم. ملل، مش كده؟ الناس بدأت تقول هو ده رياضة ولا عذاب؟ ومن هنا ظهر نوع جديد من الرجالة، مش مصارعين نفسهم، لأ، دول ناس جديدة بقوا يعرفوا باسم البوكرز. هم أصحاب النفوذ اللي بيظبطوا الماتشات، يحددوا مين يكسب ومين يخسر، والأهم يخلوها ماتشات ممتعة مليانة دراما تخلي الجمهور يرجع تاني ويهتم ويتعلق بالمصارعة أكتر. أهم البوكرز اللي ظهروا وكان كل واحد فيهم يعتبر مسيطر على منطقة وبينظم الماتشات الكبيرة فيها، كان في أوروبا في جورج ليتش، ده كان صديق لهاكشميت. كان شايف إن المصارعة لازم تبقى مش مجرد رياضة، لأ، لازم تبقى عرض استعراضي. أما في نيويورك ظهر اسم جيسي ماكمان، اسم مش غريب، هو بالظبط جد فينس ماكمان. بدأ يعمل مزيج بين الملاكمة والمصارعة عشان يخليها دايما حديث المدينة. أما في بوسطن فظهر بورد بوتزر، الراجل اللي عرف ازاي يصنع أسطورة في عالم المصارعة في الوقت ده اسمها إد سترانجلر لويس. لكن أهم واحد في البوكرز دول كلهم كان واحد اسمه توتس مونت، عبقري حقيقي في المصارعة. هو كان صغير وكان لسه بيلعب في الوقت ده، لكنه كان له دور كبير في البوكرز لأنه هو اخترع أسلوب اسمه سلام بانج ويسترن ستايل ريسلينج. ده بقى كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن مصارعة سريعة مليانة ضربات وخطفات تبعد عن الملل الأوروبي وعن المطوشة اللي بتقعد بالساعات. الراجل ده ببساطة هو اللي حط بذرة المصارعة اللي كلنا نعرفها دلوقتي. وظهر معاهم جيل جديد من المصارعين، أبرزهم إيد سترانجلر لويس، البطل اللي المصارعين كانوا بيترعبوا من مسكة الخنق بتاعته الهيد لوك، وجوزيف ستاتشر، ولد من نبراسكا كان بيقفل على خصومه بمسكة أرجل مميزة سيسرز لوك، ستانيسلاس زيبيسكو، بولندي كان آخر فرسان الأسلوب الأوروبي القديم. كمان كان في جون بيتشيك، اسم شهرته كان تايجر مان، لكن ده شهرته كانت غريبة شوية لأنه ما كانش بيحب الاتفاقات، كان ممكن يخش ماتش ويقلبها جد ويكسر القواعد ويعمل اللي هو عايزه في مباراة بعيدة عن الاتفاق. ومن روسيا جه إيفان بودوني، ده أسطورة مصارعة رومانية كلاسيكية، ما نجحش في السوق الأوروبي قوي عشان كان متشبث باللعب المدرسة القديمة الأوروبية. مع الوقت ظهرت مشكلة كبيرة في عالم المصارعة، كل مدينة بقت عاملة لنفسها بطل عالم، شيكاغو ليها بطل، بوسطن ليها بطل، نيويورك ليها بطل. جمهور اتلخبط، هو مين بطل العالم بجد؟ الفوضى دي خلت البوكرز عايزين يسيطروا أكتر على اللعبة ويوحدوا السوق. كل واحد فيهم كان شايف نفسه أذكى من التاني، وكل مدينة بقت ساحة صراع مش بس بين المصارعين لكن كمان بين البوكرز. عشان يظهر أول تحالف في عالم المصارعة كان مكون من 3: سانداو مدير أعمال البطل سترانجلر لويس، مونت البوكر العبقري اللي قلنا عليه، ولويس نفسه المصارع. اتفقوا يشكلوا تكتل خاص بيهم اتعرف باسم الثلاثي الذهبي ذا جولد داست تريو. فكرتهم كانت يبقى في بطل عالم واحد يلف المدن كلها، يوزعوا الأرباح ما بينهم، يمنعوا أي بوكر تاني إنه يكسر سيطرتهم. وطبعا عرفنا مين بطل العالم الواحد اللي هيلف ده. نجحوا فعلا في السيطرة على جزء كبير من سوق المصارعة في العشرينات، بس الجمهور بدأ يزهق من لويس اللي كان دايما بيفوز. وكمان بدأت مشاكل ما بين مونت وسانداو سببت إن التحالف بدأ يضعف. عشان يجي نهاية العشرينات الركود الاقتصادي الكبير في عام 1929 لا يقضي تماما على التحالف ده. ورجعنا تاني لصراع البوكرز بعد تفكك الثلاثي الذهبي. في بداية الثلاثينات اتنقل توتس مونت إلى نيويورك عشان يتحالف مع جاك كيرلي وجاك فيفر. جاك كيرلي هو الملك الغير متوج للمصارعة في نيويورك، مسؤول الأول عن تنظيم المباريات في القاعة الأشهر ماديسون سكوير جاردن. أما جاك فيفر فهو كان رجل عنده آليات تجارية جبارة بس برضه مثير للجدل. اشتغل في بداية مع بوتزر في بوسطن، بس بعد كده استقل وبدأ ينشر أفكاره عن المصارعة. لما كيرلي بقى قرب يطلعه من التحالف بتاعهم، جاك فيفر عمل خطوة واحدة من أشهر الحاجات اللي حصلت في تاريخ المصارعة، كتب مقالة شهيرة جدا في الصحف كشف فيها إن أغلب مباريات المصارعة مش حقيقية وإنها تمثيل، والفائز بيتم تحديده عن طريق البوكرز. ودي كانت أول صدمة للجمهور الأمريكي، لدرجة إن ماديسون سكوير جاردن منعت إقامة عروض المصارعة فيها. طب مين بطل العالم الموحد بقى في الفترة دي؟ لا مفيش. رجعنا تاني، كل مدينة ليها البطل بتاعها، ورجعنا لفوضى الأبطال اللي كانت موجودة قبل كده.
بس المختلف المرة دي إن البوكرز بدأوا يجيبوا مصارعين معتمدين على أصولهم عشان نلم الجماهير، يا إما جاي من رياضة أو عرق معين، زي جاس سوننبرج اللي هو كان لاعب كرة قدم أمريكية سابق، باوتزر استخدمه في بوسطن عشان يجذب الجماهير. في دانو أوموهوني، ده صاحب أصول أيرلندية وهو مخترع حركة الأيرش ويب. وفي جيم لوندوس ذا جولدن جريك، ده البطل الأكثر جماهيرية في الثلاثينات. كيرلي نجح يعمل منه أسطورة في نيويورك، كان يقدر يملأ أي قاعة أو ملعب بمجرد إعلان مباراة ليه. شكله الكاريزمي وملامحه الوسيمة خلوه البطل المحبب للجماهير بما فيهم النساء والعائلات. كمان هو حافظ على صورة البطل النظيف وبنى سمعة إعلامية كبيرة، ورسخ فكرة إن الشكل والكاريزما مهمة زي قوة المصارع. ده أدى إلى إن شعبية المصارعة تعلى جدا وبدأت توصل للصحف بكثرة، وأصبح الأبطال شخصيات جماهيرية. لكن كل ده اتهدى مرة واحدة عام 39 لما دخلت الحرب العالمية الثانية، لأنه تم تجنيد عدد كبير من المصارعين، وفي المقابل كان في احتياج لعروض مصارعة من أجل تسلية الجنود أو محاولة إخراج الشعب من حالة الحزن اللي فيه أثناء الحرب، وكمان بعد نهاية الحرب عام 45 زاد الطلب جدا وقل المعروض كعدد وكجودة. وده يخلينا نسأل إيه اللي هيحصل بعد كده في العالم الغامض والمثير للمصارعة الحرة. استنونا لأن ده اللي هنعرفه مع بعض الحلقة القادمة من حكاوي المصارعة.